أنا قررت إني أحكي لكم شكل يومي عامل إزاي؟ أولاً اللبس لازم أختاره واسع وطويل ومقفول وألوانه هادية، وده طبعاً عشان ما لفتش انتباه حد، بس في نفس الوقت يكون شيك وشكله حلو. حتى لو لبس المدرسة علشان محدش يتريق. انسي إنك تلبسي أي دهب. حتى لو فالصو. عشان ما تتخطفيش كلك على بعض. أو موتوسيكل يسرق السلسلة. وكمان يعور رقبتك. طبعاً تكلبيشي في شنطتك عشان لو حد قرر يشدها من إيدك. واوعي الشنطة تكون ناحية العربيات، دايماً خلي شنطتك ناحية الرصيف. وانتي ماشية في الشارع لازم تبصي حواليكي كل 10 ثواني عشان تتأكدي إن محدش هيلمسك بأي طريقة انتي مش واخدة بالك. وطول ما انتي في الشارع لازم الهيدفون تكون في ودانك وتعليها على الآخر عشان ما تسمعيش الكلام اللي انتي عارفاه. وانتي ماشية في الشارع لازم تكوني مركزة. وبلاش تسرحي وانتي ماشية. لو في حاجة وقعت منك فكري مليون مرة قبل ما توطي وتجيبيها. ولو هتركبي تاكسي تتأكدي إن النمرة أجرة. وبعد ما تركبي تتأكدي إن الباب بيفتح. وحتى لو الجو حر التكييف بلاش، عشان السواق ممكن يستغل قفلة العربية عليكم. أما الميكروباص اعملي نفسك مش سامعة. مهما اخترتي مكانك جوه العربية خلي بالك كويس. ولو حسيتي بحاجة غلط انزلي على طول من غير تفكير. شكراً. أنا مش حاسة بالأمان. ده بقى طبيعي. ده يوم عادي في حياة أي بنت مصرية.